الدم اللي نزل في الشوارع ساعتها ما كانش لحظة وراحت لحال سبيلها، دي لحظة انكسر فيها الحاجز اللي بين الناس وما بين القيصر. في الحلقة اللي فاتت شفنا إمبراطورية بتكبر، بس كنا حاسين إن في حاجة مش مظبوطة. الإحساس ده ما كانش وهم، لأن الإمبراطوريات مش بتقع فجأة، هي بتبدأ تختل ببطء لدرجة إن محدش بياخد باله. لما نيكولا الثاني مسك الحكم سنة 1894 كان شكله مناسب جدا للصورة اللي الناس متخيلينها عن القيصر، هادي ومتدين، وكان دايما مؤمن إن الحكم مش مجرد اختيار لكنه أمر إلهي. مجرد الاعتراض عليه مش مجرد سياسة ولا تمرد، لا ده كفر بيه. ومن هنا بدأ أول شرخ، لأن اللي شايف نفسه بيحكم بإرادة إلهية مش هيسمع بسهولة لصوت الناس. وفي نفس الوقت العالم حواليه بيتغير بسرعة، أوروبا دخلت عصر جديد، مصانع بتشتغل، مدن بتكبر، طبقة كاملة من العمال بتظهر وبتطالب بحقوقها. لكن روسيا كانت لسه واقفة في نفس مكانها، مش لأن مفيش حد شايف التغيير، لا، لأن محدش عايز يعترف بيه. ومع الوقت الفجوة ابتدت تكبر بهدوء وثبات غريب. في المدن عمال بتشتغل بال12 وال14 ساعة، بس الأجور ضعيفة جدا، من غير أمان ومن غير أمل. وفي الريف فلاحين مربوطين بالأرض، الحياة شغالة لكن مش ماشية، وكل ما الضغط يزيد كان لازم يحصل حاجة. وفي سنة 1905 الحاجة دي حصل. الناس خرجت مش علشان تسقط الحكم، لا، علشان خاطر يقولوا احنا تعبانين. وساعتها راحوا القصر بهدوء، مش بثورة ولا بإسقاط نظام، لكن بطلب بسيط: العدل. عدل في تقليل ساعات العمل وتحسين الأجور. لكن الرد جه الرصاص طبعا. الدم اللي نزل في الشوارع ساعتها ما كانش لحظة وراحت لحال سبيلها، دي لحظة انكسر فيها الحاجز اللي بين الناس وما بين القيصر. واليوم ده اتسمى ومشهور جدا في تاريخ روسيا باسم الحد الدامي. وحتى بعدها لما نيكولا كان بيصلح بس من غير ما يسيب السيطرة. عمل مجلس لكن القرار فضل في ايده، كان في اصلاح بس من غير تغيير حقيقي. ومن اللحظة دي الاحساس القديم رجع تاني، ان في حاجة مش مظبوطة، فاكرينها صح؟ واللي زود الاحساس ده ما كانش وقتها اللي بيحصل في الشارع، ده كان اللي بيحصل جوه القصر نفسه. نيكولا واحدة واحدة بدأ انه يبعد، مش عن الحكم، عن تفاصيله. وكان بيهرب لحاجة واحدة بس، وهي عيلته. والقيصرة ألكسندرا كانت عايشة على طول في خوف ورعب، مش على الحكم، على ابنها أليكسي، طفل ممكن أي جرح بسيط إنه يقتله. الخوف ده كان كفيل إنه يفتح باب ملوش علاقة بالسياسة، لكنه غير مفهوم السياسة كله. وفي الوقت ده ابتدى تظهر شخصية جديدة اسمها راسبوتين، واللي ما دخلش القصر كحاكم، ده دخل كحل. وفي اللحظة دي بقى هو الحل الوحيد اللي هما شايفينه. وجوده كان بيهدد الطفل، وده كان سبب كفاية إنه يخليه يقرب ويقرب أكتر، لحد ما بقى الكل في الكل، يتكلم، يأثر، يقترح، بس كل ده من غير ما يكون جزء رسمي من الحكم. واللي بيحصل ما كانش ممكن يفضل يبقى مستخبي. الناس ما كانتش عارفة التفاصيل، لكن كانت حاسة إن كان في حد المفروض ما يكونش في الصورة، بس بقى في قلبها. وهنا الإحساس اتحول لشك، والشك اتحول لغضب، بس الغضب مش زي أي غضب، لأن الشخص اللي كان في النص ده ما كانش غريب بس في وجوده، لا، ده كمان في الحكايات اللي كانت بتحكي عنه. ناس بتقول إن كان بيتسمم وما كانش بيحصل له حاجة، وفي ناس تانية بتقول إنه كان بيتضرب برصاص وكان بيقوم تاني، كأن في حاجة مش طبيعية. والكلام ده وصل للنبلاء. في لحظة قرروا إن هم ينهوا الموضوع، وعملوا خطة ذكية جدا سنة 1914، وإن المفروض إنها تكون بسيطة، دعوة عادية، يعني أكل شرب. لكن الشرب ده كان فيه سم. راسبوتين شرب، لكن مش هنتفاجئ، مفيش حاجة حصلت له. استنوا على السم شوية، لكن برضه مفيش حاجة حصلت له، كأن الجسم رفض إنه يموت. التوتر هنا زاد، قام واحد منهم طلع مسدس وراح ضربه. راسبوتين وقع على الارض وسكتوا وافتكروا انها خلصت، لكن المفاجاه راسبوتين بيقوم تاني. وبعد ما قام بص لهم، واللحظه دي كانت مرعبه جدا عليهم، مش لانه ما ماتش ولا انه قام، لان كل اللي سمعوه قبل كده هو اوريدي بيتحقق قدامهم. فحاولوا تاني وضربوه تاني بالرصاص لحد ما خلصوا عليه، والمره دي لما قامش. تفتكر ان هم سكتوا لحد كده؟ هم برضو لسه خايفين وما اطمنوش، خدوه ورموه في النهر، وبكده اتأكدوا ان هو انتهى. لكن الغريب ان الحكاية ما وقفتش لحد هنا، لان اللي حصل ما خلاش الناس تهدى، بل بالعكس ده زود احساسهم ان في حاجة اكبر، وان اللي جوه القصر ده مش مفهوم، ده حتى اللي بيحصل مش طبيعي. ومن هنا راسبوتين اختفى، لكن اثره فضل عايش.
علشان المشكلة ما كانتش فيه، لكن المشكلة للأسف كانت في النظام اللي سمح له يبقى موجود أصلا. وقتها روسيا دخلت الحرب العالمية الأولى وهي فاكرة إن حجمها يكفي، لكن الواقع كان قاسى من كده بكتير. هزيمة ورا هزيمة، خسائر بتزيد والثقة بتقل. وفي وسط كل ده نيكولا أخد قرار كان المفروض إن هو ينقذ الوضع. ساب العاصمة وراح يقود الجيش بنفسه، بس اللي حصل إنه ساب فراغ وراه، بس الفراغ ده اتملى بسرعة. قرارات بتتاخد من جوه القصر وسط خوف وشك وضعف. كل حاجة بقت ماشية من غير توازن لحد ما وصلنا لسنة 1917. الشتاء كان قاسي والأكل قليل، ده حتى العيش اختفى. والمرة دي الناس نزلت الشارع مش علشان خاطر تطالب بحاجة، لأ، علشان خاطر بس تعيش. وطبعا اللي حصل كان النهاية الطبيعية لكل اللي فات. الجيش رفض يضرب، وفي اللحظة دي كل حاجة وقعت. مش فجأة، لكنها أصلا كانت واقفة بالعافية من زمان. نيكولا التاني وقع واتنازل عن العرش. 300 سنة حكم للرومانوف، لكن انتهوا بهدوء غريب. لكن النهاية ما كانتش هنا. العيلة دي انتقلت من مكان لمكان، والدايرة ضاقت عليهم أكتر لحد ما وصلوا في النهاية للقبو. وفي ليلة في صيف 1918 اتقال لهم ينزلوا. مفيش مقاومة ولا حتى كلام، وبعدها كل اللي اتسمع كان صوت الرصاص. وساعتها انتهت الحكاية، أو ده اللي احنا فاكرين. لكن السؤال اللي كان مستخبي، هي القوة دي كانت حقيقية ولا مجرد صورة؟ وهنا خلصنا آخر فصل من حكايتنا، ودي كانت سهرية النهاردة. ما تنساش تدعمنا بلايك وشير وسبسكرايب، ويا ريت تشاركنا رأيك في الكومنتات. ولو عندك قصة تانية شبه الرومانوف يا ريت تكتبها لنا في الكومنتات، نحكيها لك في الحلقات اللي جاية. واستنى السهرية الجاية في نفس ميعادنا. سلام.